كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل طريقة فتة، طريقة لذيذة جدا بتكات جميلة. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل طريقة سهلة خالص وفيها تكات كده هقولك عليها دلوقتي. حطينا مية بتغلي على النار وحطينا فيها حبهان وبصلاية، تمام، وغسلنا اللحمة بتاعتنا كويس جدا وبعد كده حطيناها. انا عملت كيلو لحمة، تمام، حسب بقى ما انت عايزة. وبعد كده هنحط بقى فلفل اسود وبعد كده هنغطي عليها. لو اللحمة بتاعتك حسيتي ان هي مش عايزة تستوي معاكي حطي على ربع المعلقة كده سكر. بصي بقى التكة ديت تحطي بقى ايه 3 فصوص توم كده تقطعيهم. انا دايما التوم دوت بحطه لشوربة الفتة، يعني ما بحبش احطه لشوربة الفراخ لحاجات تانية، لا انا بحب احط لشوربة اللحمة التوم بالذات، بتطعم كده الشوربة كده وبتبقى طعمها تحفة. جربيها بجد هتعجبك خالص. تمام، عملنا بقى حطينا زبدة على النار وهنعمل الرز بتاعنا. غسلته كويس جدا وبعد كده طبعا حطيته على الزبدة. احنا بصراحة مكناش عارفين نعمل ايه تاني يوم. اول يوم طبعا كنا معزومين عند حماتي وعملنا بسم الله ما شاء الله بقى طبعا نواشف وحاجات جميلة جدا. بصي بقى حطينا ايه على الرز 4 فصوص حبهان وحطينا معلقتين ملح وحطينا حاجة بسيطة من الفلفل الاسود، تمام. وهقلب كويس جدا كده لحد ما المسام تقفل بتاعة الرز. كل ما تقلبي كويس كل ما الرز يبقى معاكي مفلفل، تمام. وبعد كده حطينا معيار الرز بتاعنا الطبيعي اللي انت بتعمليه عادي كده وغطينا عليه. بصراحة كنا بقى طبعا بقولك عند حماتي كل حاجة بصراحة عاملة لنا، وانا تاني يوم مش عارفة انا كمان اعمل ايه. هي عملت لنا كل حاجة، انا قلت بس احنا نعمل بقى فتة. حطينا بقى معلقتين زبدة كده في الطاسة وحطينا التوم طبعا حاطين فيه ملح ودقينه كويس. وبعد كده طبعا هسيبه طبعا ايه اول ما يصفر كده هشيل بقى معلقتين كده على جنب قبل ما احط الخل. قبل بقى ما احط الخل كده خدت كده بقى معلقتين هقولك دلوقتي هنعمل بيهم ايه. تمام، حطينا كده شوية خل قليلين وهفضل اقلب كده. وبعد كده هنزل بقى ايه بالطماطم بتاعتي، بس حاولي ان انت ايه ما تحطيش في الطماطم مية كتير، تمام. بصي زي ما انت شايفاها كده تقيلة كده وجميل. احط بقى ايه شوية فلفل اسود، تمام. بصراحة كان يوم جميل عند حماتي، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. وطبعا اخت جوزي بتجيلنا طبعا من السنة للسنة، بصراحة رمضان بيجمعنا وكان يوم لذيذ جدا. حطينا بقى طبعا ملح بسيط وحطينا فلفل اسود وهسيبها طبعا تتسبك كده مع نفسها، تمام. وبعد كده طبعا الرز ورا اهوت بيتشرب خلاص قرب. اول ما خلاص هحس ان الميه بتاعت الرز راحت خالص كده هبتدي اوطي زي الشمعة. انا العيش بصراحه ما كنتش حاطاه في الفرن ولا منشفاه، انا بحب امسكه اقطعه كده تقطيع صغير كده واحط معلقه زبده في الطاسه. هي دي بقى معلقتين التوم اللي انا خدتهم، هي بقى دي التكه. جربيها بجد هتعجبك خالص. حطينا طبعا زبده في البدايه وقطعنا عيش عادي اي تقطيع عشوائي كده صغير، انا ما كنتش محمصه العيش. وبعد كده حطيناه على الزبده وهفضل بقى كده اقلب. وحطينا بقى معلقتين التوم اللي احنا حمرناهم، تمام. قبل ما نحط الخل انا خدت ايه معلقتين. بصي بوريكي العيش ناشف ازاي معايا ومتحمص جميل تحفه بصراحه. وحطينا ذره ملح كده وحاجه بسيطه من الفلفل الاسود. بصي الشوربه بتاعتي جميله تحفه. بعد ما اتحمص خالص معايا زي ما انت ما شايفه كده، تمام، هنزل بقى ايه بشويه ايه شوربه بحاجه بسيطه كده عشان ايه العيش ايه يدبل معايا شويه، تمام. وبعد كده بعد الشوربه ديت هننزل بقى ايه بمعلقتين ايه صلصه. احنا لازم نطعم العيش، ما يبقاش عيش كده تحس ان هو ما يعني حاف كده ما فيهوش اي حاجه، لا طعميه بقى بمعلقتين التوم المتحمرين دولت بحاجه بسيطه فلفل اسود وملح، تمام. وبعد كده حطينا بقى زي كبشه شوربه وحطينا حاجه بسيطه كده من الصلصه الجميله بتاعتنا. لازم طبعا نطعم العيش بتاعنا، تمام. بصي الصلصة بتاعتنا تقيلة وجميلة بجد. جربي بقى ايه معلقتين التوم دول في العيش بجد هتفرق معاكي خالص في الفتة.
والشوربة بصراحة لما بحط لها فصين التوم بتبقى الشوربة كده وانتي بتشربيها بتاعت الفتة بتبقى طعمها خطير. نزلنا بقى باللحمة بتاعتنا كده كلها. تمام. بصي الصلصة تقيلة اهي وجميلة. هنزل بقى كده على اللحمة كده كلها كده معلقتين كده صلصة على الوش. بصراحة لازم برضو كمان نطعم اللحمة بتاعتنا. انا ما بحبش احمرها بس كده وخلاص. بص انا بوريكي الصلصة تقلت معايا اهي وبقت 100 100. تمام. بعد كده خدنا العيش بتاعنا وانتي كده بتنزلي كده الشوربة، ما تحطيش شوربة كتير عشان ما يطراش معاكي قوي، هو كده حاجة بسيطة كده. تمام. وحطينا الرز الابيض بتاعنا بصوا مفلفل وتحفة. ولا الشوربة بجد خطيرة وحياة ربنا بجد جميلة جدا. جربي بس كده التوم اللي احنا حطيناه في الشوربة ده هيعجبك خالص. بصوا اللحمة بتاعتنا طبعا اتحمرت خالص عشان حطينا عليها شوية صلصة من صلصة الفتة بتاعتنا. بجد هتعجبك خالص وحاجة جميلة. طبعا رمضان ده طبعا شهر الخير، شهر الكرم، بيجمع الناس. يعني انا اختي جوزي دي بصراحة يعني بشوفها كل سنة، مرة في أول رمضان ومرة يوم الوقفة بتاعة العيد، وبعد كده ما بنشوفش بعض تاني غير بمكالمات التليفون. بصراحة كان يوم لذيذ، ربنا يخليهم لي يا رب، واتبسطنا وضحكنا كتير جدا بصراحة. حطينا بقى الفتة بتاعتنا هيت والشوربة كده. ويا رب يكون الفيديو الجميل دوت عجبكم. ما تنسونيش بالاشتراك وما تنسونيش باللايك. بحبكم في الله، وكل سنة وانتوا طيبين.